وهسه حبايبنا خلصنا الكبة مالتنا وألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله. اليوم رجعنا وياكم بفيديو جديد. اليوم نسوي كبة برغل أسمر 4 قلاصات. هسه حنقعه، طبعا مي حار. طبعا البرغل لازم ناعم مو خشن، وإذا البرغل خشن تطحنه ويصير بالبرغل العادي مو الأسمر عادي. طبعا 4 قلاصات برغل ندير لها 3 قلاصات مي حار. أنا هسه خليت مي حار إذا نقعه بهالشكل هذا على مود كله ياخذ. كمل نرجع لكم. هسه حبايبنا كملنا تنقع كل البرغل مثل ما قلنا 4 قلاصات برغل 3 قلاصات مي حار. هسه نغطيه ونتركه بين ما يصير العجينة مال البرغل. نسوي احنا الحشو مال الكبة. بصل عدد 2 كبار نحمسهم بالدهن. هسه حبايبنا بعد ما حمس البصل بهالشكل هذا نخلي اللحم. طبعا اللحم نص كيلو. نحطه ويا البصل بهالشكل هذا على مود الحمسة سوا. هسه نخلي له الإضافات مالتنا اللي هي الملح والبهارات. مثل ما نقول حبايبنا دائما الملح حسب الرغبة. كركم، ملعقة ثوم، نخلي كمون، ملعقة شاي، فلفل أسود ملعقة شاي. نبدي نخلط البهارات واللحم والبصل بهالشكل هذا. هسه حبايبنا بعد ما صار بهالشكل هذا اضيف الكشمش. طبعا الكشمش اختياري اللي يحب، احنا نحب الكشمش. هسه حبايبنا كملنا ونطفي النار عليه ونخلي الخضرة ترفس. هسه حبايبنا شوفوا بعد صار بهالشكل هذا البرغل. هسه نضيف له لحم مفروم نص كيلو طبعا. ونضيف له بهارات. وهسه نضيف البهارات مالتنا ملح، كركم، كمون، بابريكا، فلفل اسود، كلها نضيفها ونبدي نعجنها بيدينا. هسه نبدي نعجنه بيدينا كله بالشكل هذا.
هسه حبايبنا كملنا عجن البرغل مالتنا ويا اللحم. طبعا ضفت له ملعقة طعام معجون وسويناه محضرة الطعام لسهولة العجن. هسه نبدي نقسم العجينة قسمين. هسه حبايبنا هاي القالب مالتنا لأنه نايلون هالشكل هذا، ونخلي نص العجينة مالتنا هالشكل هذا. هسه نفرد العجينة مالتنا كلها عالصينية مالتنا اللي هو القالب. كمل نرجع لكم. هاي هسه خلصنا الطبقة الأولى، نشيلها ونخلي الطبقة الثانية. هسه حبايبنا دهنا الصينية بهالشكل هذا، ونذب الباقي مال البرغل مالتنا العجينة، نوزعها الصينية مالتنا بهالشكل هذا. كمل نرجع لكم. هسه حبايبنا بعد ما سويناها بالقالب مالتنا، هسه خلي الحشوة بهالشكل هذا، نوزعها بالصينية مالتنا. على مود نخلي الطبقة الثانية فوقها. هالشكل هذا كله. هسه نبدي نخلي الطبقة الثانية. تعالوا يعني. هسه حبايبنا خلينا الطبقة الثانية من العجينة مالتنا نساويها بهالشكل هذا. هسه نبدي نقسمها. هسه نبدي نقسمها. كلهن بهالشكل هذا. هسه حبايبنا بعد ما قصيناها بالشكل هذا، هسه نبدي نقصها هذا الشكل. تشوفون الطريقة حبايبنا بالشكل هذا. طريقة سهلة وما تحتاج اي شي. هسه حبايبنا هذا المثلث الصغير نقصه بهالشكل هذا، ونجيبه لهنا، وهذا بهالشكل هذا نجيبه لهذا المثلث اللي هنا. كلهن على نفس الطريقة. هسه حبايبنا كملنا تقطيع الكبة مالتنا وتزيينها بالفستق. هسه نخلي لها زيت زيتون
على مود ندخلها الفرن لمدة 40 دقيقة. وهسه حبايبنا خلصنا الكبة مالتنا بهالشكل هذا، وألف عافية. هسه نقص قطعة، وهاي حبايبنا شكلها النهائي، وألف عافية. أتمنى تعجبكم.